كنت ماشي لوحدي في الطريق جنب الترعة، والدنيا كلها ساكتة. وفجأة سمعت صوت خطوات جاية من المية. بصيت ورايا، الطريق فاضي، بس قلبي بيقول لي انت مش لوحدك. كملت ماشي، ولما وصلت عند الساقية لقيت كلب واقف قدامي، بس ما كانش كلب طبيعي. عينيه بتلمع ونفسه تقيل، وكل خطوة بيكبر لحد ما بقى أطول مني بمرتين. جريت، بس فجأة لقيته واقف قصادي، بس ما كانش كلب، كان بني آدم بوش ممسوح، من غير عينين، من غير بق، وشه كله دم. والدنيا اسودت، وآخر حاجة شفتها كانت إيده وهي بتتمد نحوي. أهلا بيكم في قصة جديدة من مذكرات قاتل. أنا إسلام مدحت، وقبل ما نبدأ حابب أشكر كل الناس اللي دعمت الفيديو اللي فات. دعمكم هو اللي بيخليني أكمل. ويلا بينا نبدأ الإنترو ونغوص في الحكاية المرعبة دي. أنا الظل اللي بيكتب بالدم، وكل سطر فيا بينتهي بجرم. لو فتحت دفتر أقفل النور، دي مذكرات قاتل ما فيهاش رجوع. دي مذكرات قاتل ما فيهاش رجوع. أنا اسمي آدم، عندي 16 سنة، واللي هقوله دلوقتي والله لو كنت سمعته من حد غيري ما كنتش هصدقه خالص. كل حاجة بدأت في صيف 2023 لما قررنا نروح نقضي أسبوع عند جدي في قرية نائية في محافظة المنيا. بيت جدي مش جوه القرية نفسها، لأ، ده في منطقة زراعية بعيدة شوية، حواليه أراضي وترعة طويلة ما بتنتهيش. في أول ليلة أنا وابن عمي بلال قررنا نروح نلعب بلاي ستيشن عند صاحبه اللي ساكن في البلد. قعدنا شوية وبعدها رحنا على قهوة، والدنيا خدتنا لحد ما الساعة بقت 1 بعد نص الليل. بلال جاله تليفون من واحد صاحبه في البلد واضطر يرجع بسرعة. قال لي كمل انت على البيت، الطريق معروف، وانا هاجي وراك كمان شوية. قلت له تمام، ومشيت لوحدي. الطريق كان ساكت بشكل يخوف، مفيش صوت غير حفيف الشجر ونعيق غربان من بعيد. وانا ماشي جنب الترعة سمعت صوت غريب، صوت حد بيخطي في المية. وقفت وقلبي بدأ يدق بسرعة. بصيت حواليا، مفيش أي حد. قلت يمكن سمكة ولا طوبة وقعت، وكملت طريقي. بس بعد حوالي دقيقتين الصوت رجع تاني، المرة دي كان أوضح، وصوته جاي من ورايا. بصيت ورايا، الطريق فاضي، بس قلبي كان بيقول لي انت مش لوحدك. كنت قربت خلاص من الساقية اللي قبل بيت جدي، يعني المفروض كنت اشوف البيت، بس البيت ما ظهرش. الطريق بقى أطول فجأة، عدى حوالي 15 دقيقة وأنا لسه ماشي ومفيش أي علامة لنهاية الطريق. بدأت أقلق بجد، إيه اللي بيحصل؟ هو أنا تايه ولا الطريق هو اللي اتشقلب؟ وقبل ما ألحق أفهم لقيت كلب واقف قدامي. ما كانش كلب طبيعي، واقف في نص الطريق ساكت، عينيه بتلمع في الضلمة، ونفسه عالي، صدره بيطلع وينزل. خطوة ورا خطوة حسيت إنه بيكبر. والله بيكبر فعلا، حد ما بقى طوله أكتر من 2 متر. لفيت أجري وكنت هصرخ، بس فجأة لقيته واقف قصادي، بس مش الكلب ده، واحد شكله بني آدم بس وشه ممسوح، يعني مفيش عينيه، مفيش بق، بس وشه كله دم، هدومه كلها مبلولة الدم. صرخت بس الصوت ما طلعش. الدنيا اسودت قدامي، وآخر حاجة شفتها كانت إيده وهي بتتمد نحوي. فقت على صوت بلال بيزعق لي آدم فوق،
انت مالك؟ انت واقع على الأرض بقالك ربع ساعة. بصيت حواليا، لقيت نفسي مرمي عند أول الساقية، بس الطريق، الكلب، الراجل اختفوا فين؟ حكيت لبلال على كل حاجة، وهو سكت شوية وقال: تعال نروح دلوقتي، بس اوعى تحكي لحد. رجعنا البيت. أنا ما كنتش مصدق اللي حصل. كل حاجة كانت غريبة ومخيفة، وكل ما افتكر وش الراجل اللي ملوش ملامح جسمي يقشعر. جدي كان نايم والنور مقطوع. بلال دخل أوضته من غير ما يتكلم، وأنا دخلت أوضتي وقعدت على السرير زي التمثال، مش قادر أتكلم ومش قادر أفكر. كل شوية يجي في دماغي شكل الكلب وهو بيكبر، صوت نفسه، والراجل اللي هدومه غرقانة دم. بصيت على ساعتي، كانت 2:27 بعد نص الليل. قمت أجيب مية من المطبخ، بس وأنا معدي من قدام الصالة شفت خيال واقف عند الشباك، ثابت ما بيتحركش. قلبي كان هيقف. قربت ببطء، رجليا مش حاسة بيهم، ولما وصلت للشباك ما كانش في حد. بصيت تحت، لقيت آثار رجلين مبلولة، يعني فعلا كان في حد واقف. جريت على الأوضة وقفلت الباب بالمفتاح. قعدت على السرير وقلبي بيدق جامد، بس قبل ما ظهري يلمس المرتبة باب الدولاب اتفتح لوحده. والله اتفتح ببطء، وسمعت صوت جاي منه، صوت مش طبيعي، صوت خربشة وتنفس تقيل. اتجمدت مكاني، ايدي بترتعش وانا بمسك الموبايل، وفتحت الكشاف وجهته ناحية الدولاب. كان فاضي، بس على الحيطة من جوه لقيت كلمة مكتوبة باللون الأحمر: ارجع الترعة. الموبايل وقع من ايدي، انا اتخضيت بجد. مين كتب كده؟ وكتبها ليه؟ ولقيت حاجة مرسومة جنب الكلمة، وش بني آدم، بس من غير ملامح. وفجأة حد خبط على الباب جامد، صوت بلال من بره بيقول بخوف: آدم افتح بسرعة. فتحت الباب، لقيته داخل متوتر جدا وقال لي: أنا حلمت حلم غريب، كنت ماشي لوحدي في نفس الطريق اللي رجعت منه، وكنت سامع صوت بينادي عليا من جوه الترعة، نفس الكلمة اللي شفتها وانت بتحكي لي، قالوا لي ارجع الترعة. أنا اتصدمت، وقبل ما ألحق أرد عليه النور رجع فجأة، وبعدها بدقيقة الراديو القديم اللي في الصالة اشتغل لوحده. الراديو ده ما بيفتحش أصلا من سنين، وصوت المذيع بيقول: تحذير هام لسكان المناطق القريبة من الترعة، تم رصد ظاهرة غريبة بالقرب من ترعة قرية العزبة، ويفضل عدم الاقتراب منها بعد الساعة 3 صباحاً. بصينا لبعض، كانت الساعة 2:58، دقيقتين بس وندخل في الوقت اللي المذيع حذر منه. أنا وبلال واقفين قدام الراديو مش قادرين نتنفس، وفجأة صوت المذيع اختفى، كأن حد قطع البث، بس فيه همهمة غريبة بدأت تطلع من السماعة، كأن في ناس كتير بتهمس بصوت واطي وكلام مش مفهوم. بلال قال لي وهو بيبص للسماعة: إحنا لازم نخرج من البيت ده. قلت له بخوف: نخرج؟ نروح فين؟ حتى المذيع قال ما نقربش من الترعة. رد وهو عينه بتترعش: هو ده اللي بيخوف. ليه الترعة؟ وليه الساعة 3؟ وفجأة الساعة ضربت 3 بالظبط. أرض بدأت تهتز تحت رجلينا، مش هزة قوية، بس كأن في حاجة بتتحرك تحت البلاط. والنور اتقطع، والبيت سكت، سكون مرعب. بلال مسك ايدي وقال لي بصوت واطي: في حاجة تحتينا، أنا سامع صوت جر. قربنا من الشباك وبصينا ناحية الترعة وشفناهم
ناس واقفة فوق المية، والله واقفين على سطح الترعة، ثابتين ما بيتحركوش، وشهم مش باين بس جسمهم باين، كأنهم طالعين من المية وعددهم بيزيد واحد ورا التاني لحد ما بقوا 6 أجسام سودا واقفين في صف واحد. وفجأة كلهم لفوا جسمهم ناحيتنا كأنهم حسوا إننا بنبص عليهم. صرخنا وقفلنا الشباك بسرعة، بس بدأنا نسمع صوت على السقف زي ما يكون في حد بيمشي فوق السقف برجليه. قلت لبلال إحنا لازم نخرج من هنا بأي طريقة. نزلنا من على السلم وكان البيت كله بيصدر أصوات غريبة، الخشب بيصر والحيطان بتتشقق كأن البيت نفسه بيحاول يمنعنا نخرج. بس أول ما فتحنا الباب لقينا الأرض كلها مبلولة، والترعة مفيش ترعة، الترعة اختفت، مكانها كان طين، كأن المية اتشفطت فجأة. وفجأة سمعنا صوت جاي من ورا البيت: آدم أرجع الترعة. بلال جري ناحية التانية وأنا واقف مكاني متجمد. الصوت ده صوت ماما، بس أمي ماتت من 3 سنين. لفيت ببطء وأنا قلبي واقع، ولقيت ست واقفة في الضلمة لابسة نفس الفستان اللي أمي ماتت بيه، بس وشها ما كانش وش أمي، كان نفس وش الراجل اللي شفته أول ليلة، وشه ممسوح من غير عينين، من غير بق، وبينزل دم. مدت إيديها ناحياتي وقالت بصوت مش بشري: أرجع الترعة، أرجع قبل ما الوقت يخلص. وفجأة الأرض تحت رجلي اتفتحت، والله حفرة سودة بلعتني، كل حاجة حواليا اختفت، ما عادش شايف حاجة ولا سامع صوت، بس كنت حاسس إني بنزل أكتر وأكتر. وفجأة لقيت نفسي واقف، بس مش في بيتي،